كده يعني هنا اول تحويله بس 25، اول تحويله بس. بعد كده حضرتك هتكتب الجوجل هنا خلاص. لا هو ده خلاص، ما تضغطش على اي حاجه. حضرتك اكتب لي اسمك واسم الوالد، وهنا اسم الجد واسم العيله. هنا اول مره 25 بس. تمام. ليه؟ عشان اديك الكود بتاعي. هتكسب 15 يورو على اول تحويل. اهو كده تم اضافه لحسابك 825 جنيه 15 يورو على اول تحويل. بنعمل هنا كده التالي. شوف بقى هنا هنضغط اضافه مستلم. هنا اي بقى مصر بقى. تمام. وممكن تبعت بالدولار. هنا لو هتبعت على اي حساب بنكي. تمام. هنا فودافون كاش مباشر، ده لسه نازله على السيستم بقى لها يومين. فعلا ما كنتش بشوفه. هنا اي والت اللي هو اتصالات او موبينيل. هنا فورو بلس. لو ضغطنا فودافون كاش، اوكي، الاسم لازم يكون رباعي، اسم الشخص اللي هتبعت له. تمام. اهم من كل ده رقم التليفون بتاعه بيتكتب تحت هنا اهو. اهو لازم يكون صح. اي رقم غلط التحويله وصلت غلط. هنا التالي. اوكي. وانت في البيت تمام. هيطلب منك بعد كده عنوانك في فرنسا، هتدخله عادي. تمام. هيطلب منك الفيزا كارت بتاعتك تدخلها. تمام. وبعد كده يقول لك قيد التحويل، وفجاه هتلاقيه قلب لك كده ايه، تاكد من الهويه فوق في البرنامج. تضغط عليه، هتصور البطاقه بتاعتك، الاقامه الاوروبيه، اي اقامه في اي دوله. تمام. او الرخصه بتاع السواقه تكون اوروبيه، او الباسبور المصري، او الباسبور المصري. ينفع الباسبور عادي. تمام. تصوره صوره حيه. تمام. يقوم يقلب الكاميرا على وشك، تصور وشك، يتاكد ان انت الشخص اللي في الباسبور هو نفس الاسم اللي في البطاقه، هو نفس الاسم اللي على الفيزا. التحويل يتم. تمام. دخلت فيزا واحد صاحبك، بلوك للبرنامج كله، لان ده يعتبر غسيل. يعتبر سرقه او غسيل ونهب يعني. تمام. بعد كده التحويل بيتم خلال، لو فودافون كاش، اي حاجه من الثلاثه الاخرانيين غير البنك، في نفس اليوم يوصلوا. 5 دقائق 10 دقائق. البنك يوم عمل. يعني لو بعتهم يوم الجمعه والسبت يوصلوا لحد، بعتهم لحد الصبح يوصلوا لحد بالليل. مصر. اخترنا مصر. اليورو النهارده عامل 55 جنيه 55 جنيه. اول تحويله بس 25 يورو. عاملين كام؟ 1375. هتدخل الرمز بتاعي. اول تحويله بس 25. بعد كده عاوز تحول اقل حول. اقل حاجه 10 يورو، بس اول تحويله 25 عشان تكسب 15 يورو. داخل لك كام؟ 825 جنيه هيوصلوا للشخص اللي انت هتبعت له اول تحويل. تكتب هنا التالي. بتيجي هنا وتقول له سماح الاسماء، دي الاسماء اللي عندك عندها فودافون كاش. حسابك انت او حساب اي حد يوصل له بالدولار او بالمصري حسب ما انت تختار. فودافون كاش، اتصالات كاش، موبينيل كاش. احنا شركاء مع فودافون كاش. ده فودافون كاش مجرد ما تبعت 10 دقايق ربع ساعه يوصلوا. عندك ده برضه بيوصلوا بعدها في نفس الوقت. عندك ده اي حد يروح فورو بلس ياخده بالبطاقه الفلوس. البرنامج من غير اي رسوم، ما بتدفعش ولا مليم. تمام. ليك طبعا تحويلاتك. اهم حاجه ما تدخلش فيزا حد صاحبك ولا اسم مشابه، ولا تحاول تتلاعب بالبرنامج عشان تاخد بلوك ومستحيل يتفك تاني. بعد ما بتخلص الاجراءات ديت تدخل هنا على فودافون كاش. الاسم لازم يكون الرباعي بتاع الشخص، رقم تليفونه، تكتب التالي طبعا، تدخل البيانات. بعد ما بتدخل دوت بيطلب منك عنوانك، بيطلب منك الفيزا البنك، الباسبور، صوره شخصيه، يتاكد ان كل البيانات دي بتاع نفس الشخص. التحويل يتم. تمام. الاسم اللي انت سجلته عندك هيتحول له الفلوس، بيبقى متسجل عندك على البرنامج على طول، في اي وقت تك تحول على طول. زي كده. ايوه زي كده بالظبط. ده رقم بنك. بالظبط. البنك الزراعي. ده رقم التليفون. ده رقم تليفون. اي والت. بالظبط كده. تضغط عليه هيقول لك دخل الفيزا البنك اهو. هيدخل بياناتي انا. دخل بياناتك انت. الاسم الرباعي بتاعك لازم. البيانات دي مش موجوده في اي جنسيه تانية، كلها بس موجوده عند ده البنك المركزي اللي طالبها، مش بتاعتنا. عشان يتاكد ان الشخص اللي بيبعت ده مصري وبياناته كلها صحيحه. تمام. بس ده البرنامج. ليه بقى شرحت لكم البرنامج بقى؟ عشان دي. بص حضرتك عندك على البرنامج، شايف دي اللي فوق دي علامه الهديه دي، تضغط عليها. شايف ده بيشوي، ده الكود بتاعه. حضرتك الكود بتاعك ده. تمام. اي حد من اصحابك لسه بنزل البرنامج اول مره، نركز بس، اول مره اديته الكود ده، بيديك حضرتك هينضاف لك على الحساب بتاعك 15 يورو، وهو ياخد 10 يورو. اخر الشهر بتلاقي عندك كل الناس اللي انت اديت لهم الكود انضاف هنا، تحولهم على مصر عادي. بس كده. هاتي بقى تيشيرتين. ده بقى تيشيرت مقدم من الشركه، واحنا دلوقتي شراكه مع فودافون كاش. تمام. اتفضل افتحه بس كده. ايوه. هنتاخد. ايوه. وده برضه من الشركه من فودافون كاش. احنا شراكه مع فودافون كاش و3% دلوقتي. تمام.